إذا وضوءك باطل فصلاتك كلها باطلة. ضروري تتعلم الطريقة الصحيحة للوضوء. راح أشرح لكم الوضوء بطريقة عملية وفق مذهب أهل البيت سلام الله عليهم. الأمر الأول اللي نحتاجه هو النية. النية ما يحتاج تلفظ أي شيء، مجرد في قلبك أنه أنت تتوضأ لأجل الطهارة، هذا كافي. الخطوة الأولى هي غسل الوجه. غسل الوجه من قصاص الشعر، من هاي المنطقة قصاص الشعر إلى أسفل الذقن، وبالعرض ما بين الإبهام والوسطى، هالمنطقة هالطريقة راح نغسل الوجه، ولابد ما يكون عليه فد شيء يمنع وصول الماء. بسم الله. الماء من الأعلى إلى الأسفل. من نرفع ايدينا ما يصير أرجع ايدي أرجع الماء، لا، وصلت للأسفل أرجع ايدي لفوق وأغسل الوجه بطريقة كاملة. هاي الغسلة الأولى غسلة واجبة. الغسلة الثانية مستحبة. بسم الله. الخطوة الثانية غسل اليدين اليمنى واليسرى، وكذلك لابد إذا أكو فد شيء يمنع وصول الماء لابد نزيله، صبغ أظافر، فد شيء يمنع، صبغ عادي، أي شيء يمنع وصول الماء لابد يزال عن اليدين. غسل اليد من هذه المنطقة، هذا المرفق، من أعلى المرفق نسكب الماء، ومن الأعلى إلى الأسفل. ما يصير أرجع الماء بإيدي، لابد أنزل الماء فقط. هالطريقة هاي، لاحظوا وياي هالطريقة. أتأكد أنه اليد كلها قد غسلت. هاي للاحتياط ما بين الأصابع. بهالطريقة هاي أتأكد أنه هاي اليد غسلت. هاي الغسلة الأولى واجبة. الغسلة الثانية مستحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن بنفس الطريقة نغسل اليد اليسرى. اليسرى تغسل مرة واحدة، والماء دائما نسكبه أعلى هذه المنطقة. بعد ما كملنا غسل اليدين نأتي إلى مسح الرأس ثم القدمين. نفس الماء اللي للوضوء، هذا البلل اللي باليدين اللي من الوضوء جاء، هو بهذا الماء نمسح الرأس ثم نمسح القدمين، ومن دون تأخير طويل. فالرأس نمسحه مقدم الرأس على هذا